حاجات ما تعرفهاش عن فيلم بوحة. العيد فرحه يا سلام، كل سنه وانتم طيبين. اجر محمد سعد في الفيلم كان 6 مليون جنيه، والفيلم حقق 26 مليون جنيه ايرادات. يعني سنه 2005 كان اكتر من 4 مليون دولار. يعتبر الفيلم ده اعلى ايراد حققه محمد سعد. صدق سلخت قبل ما اذبح. مي عز الدين قالت انها راحت المذبح عشان تشوف البنات اللي هناك وتعرف تعمل الشخصيه بتاعتها في الفيلم، وقالت ان الفيلم ده هو اللي رجعها لافلام الصف الاول، لانها كانت عامله قبلها فيلمين محدش شافهم، وغالبا كانت تقصد فيلم فرح وكيمو وانتيمو. عندي فيلمين كده تقريبا ماما بس اللي شافتهم، الفيلم ده بالذات هو اللي رجعني للافلام الكبيره. صح. وقت تسجيل اغنيه يا اللي نسيت الغرام حصل خلاف بين عصام كاريكا ومحمد سعد، لان كاريكا كان عاوز محمد سعد يلتزم بكلمات الاغنيه اللي بتقول امورني هتلاقيني تحت السلم بنام، بس محمد سعد كان عاوز يغيرها ويخليها امورني هتلاقيني سجاده بين ايديك. الكلام بيقول اول ما عرفت انك عايزني جيت اوام، ما اقدرش استغنى عنك يا معلمني الغرام، اذا في الف ميم. واقول لك برضو عيني اللي في بعدك نسيني وامورني هتلاقيني تحت السلم بنام. هي كده ده بنام عشان اوام عشان غرام، دي قافيه. لا انا عايزها سجاده بين ايديك. انا خدت خنجر في قلبي كده. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتتابعوني وبس كده. دي كانت